ينبغي أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. من تلك المرأة؟ إنها أمامة بنت الحارث. من ابنتها؟ أم إياس. قالت لها: يا بني، وقد حان زفافها، يا بني، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت ذلك لك لأنك مؤدب، ولكن الوصية تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن المرأة استغنت عن الزواج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وإلى قرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا 10 تكن لك ذخرة. أما الأولى والثانية الخضوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة. أما الثالثة والرابعة التفقد لمواقع عينك وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهمة وتنغيص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمن غدره. أما التاسعة والعاشرة فالاحتراس لماله والإرعاء لحشمه وعياله، وبلاغ الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، وإياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا. بالله عليكم لو تمسكت النساء في هذا الزمان بتلك الوصية الخالدة الجامعة المانعة، وأوصت النساء بناتكن بهذه الوصية، والله لعاشت الأسر حياة رغيدة هنيئة هادئة فيها السكون والمودة والوئام، لا يعتورها نكد ولا كدر ولا هم ولا نصب ولا تعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بيننا وبين أزواجنا بما يحبه ويرضاه، وأن يديم الحب والأمن والأمان فيما بيننا والمودة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفروا.